معاكم هبة. النهاردة مع ميشن جديدة من برنامج كي انفلونسر ل 2025، والمرة دي الميشن اسمها ماي تشي. تشي هو مصطلح كوري، يعني المفضل بالنسبة لي أو الأكثر تفضيلا، سواء كان ده طعام، سواء كان كتب بحب أقراها، سواء كانت فعاليات بحب أزورها أو أحضرها، ممكن تكون حفلات. بالنسبة لي كل اللي فات ده وكمان زيادة عليه حضور حفلات وحضور معارض، هوايات كتير متعددة، فعاليات كورية بحضرها، بعرف ثقافات مختلفة. وحاجة مهمة جدا اني بقى اتعلم كوري وازاي اقدر اواظب على التعليم ده. كمان التزيين والاستيكرات، الجورنالينج سواء للتخطيط او سواء للتزيين او لكتابة الذكريات. حاجات كتير بالنسبة لي جدا ممكن تبقى ماي تشي. واكتر حاجات بحبها هي الاعمال اليدوية او الاعمال اللي بتمثل ثقافة مكان معين. فمثلا هنا دي كان عملت كتيب او ميني ألبوم بيحكي عن رحلة، لو انا هروحها في كوريا هروح لمدينة ايه وهعمل ايه هناك. فانا كتبت عن رحلة عن الشاي، والمدينة دي فيه احتفالات الشاي اللي بتتم في كوريا. النهاردة هوريكم حاجة من مفضلاتي وهي صناعة الأقنعة الكورية التل. طب هوريكم الأول بنعمل ايه وهحكي لكم قصة القناع اللي انا بعمله. الاول انا عملت سكتش صغير للقناع اللي انا عايزة ارسمه، عشان انا هعمل حجم كبير هحطه كزينة ديكور او ممكن اعمله كميدالية. فانا الاول جبت ورق شفاف كلك ورسمت عليه الرسمة، وبدأت بعد كده اقص حجم الوش عشان ده اللي هيبني عليه كل ابعاد الرسمة بعد كده. وبدأت اشكل واستخدم الكلاي او اللي هو الصلصال الفوم الالوان. الاقنعة الكورية كانت بتستخدم قديما او حتى مؤخرا برضو في الناس بيلبسوها ويمثلوا قصة بيها، سواء القصة دي بيستنكروا الحاجة في المجتمع أو بيحكوا قصة مدينة معينة أو عايزين يوصلوا فكرة لحد معين، فبيستخدموا الأقنعة دي للتمثيل. وكل قناع ليه قصة. يعني مثلا في أقنعة الأول ما كنتش عارفة إنها بتمثل قصص، لكن لقيت إن في قناع بيمثل قصة مثلا العلماء، في تاني قناع بيمثل الحكماء. كمان كانت بتستخدم في حالة طرد الأرواح الشريرة ومراسم الأفراح ومراسم العلاج، ده قديما، لكن دلوقتي بقت تستخدم في العروض المسرحية. وكان بيصاحب القصة اللي بيحكوها موسيقى، سواء عزف على الآلات أو موسيقى هم نفسهم بيعملوها. وكمان بيكون في ديالوج حواري بيحكي القصة بحيث انها تثبت في أذهان الناس. هنا بعمل الشعر بتاع القناع. الكلي بيجف بسرعة أسرع حتى من عجينة السيراميك. انا اول مره استخدم الكلي في عمل الاقنعه، كنت دايما بستخدم عجينه السيراميك، وعملت حاجات قبل كده هوريها لكم في الاخر. بس هو بياخد وقت في التشكيل وطري اكتر من اللزوم عن عجينه السيراميك، حتى مهما اتحكمت في الحجم بتاعه والسمك بتاعه، لكن الحمد لله عرفت اخلصه. هبدا بقى اعمل الجزء البارز بحيث ان الوش يبقى لتحت والشعر يبقى باين لفوق، وهشكل بقى فين مكان العيون ومكان الانف ومكان الفم عشان اعمل باقي تفاصيل الوش. نعمل حاجة بالحجم ده أو حاجة مصغرة لازم ناخد بالنا من الأبعاد والمسافات، عشان خصوصا موضوع الوش، لأن في نص يمين ونص شمال ولازم يبقى فيه تماثل في كل أجزاء الوجه. عشان أبين بعض التفاصيل، مش كل حاجة هعملها بالصلصال، في حاجات هعملها بالحفر، إن أنا هحفر عشان أعمل الأشكال المناسبة، مثلا شكل الخد، ارتفاع الخد. في هنا زي بقيتين لونهم أحمر عشان أنا دي اللي بعملها دي سيدة. في كمان الفم هيبقى فين، الانف هيبقى ازاي، فده بيستخدمه بالحفر مش هعمله بالصلصال. الكتب والحاجات اللي شفتها في صناعة الأقنعة دايما بيبقى الأنف بارز بعيد عن الوش عشان يميز تفاصيل الوش. وكمان في بعض الأقنعة إن حجم الأنف بيعبر عن طبقة اجتماعية معينة، زي مثلا القناع الخاص بالباحث أو المعلم، ده بيبقى شخصية اجتماعية مكانتها مرموقة جدا، فالقناع بيكون الأنف بتاعه واسع وعظام الخد بتاعه بتكون محددة وباينة جدا، بتدل على مكانته العلمية. دلوقتي أنا قربت أخلص القناع، بعمل بس أجزاء الفم وهعمل شوية تفاصيل بسيطة في الأنف، وأحدد بقى مكان العين. أنا كنت عاملة الحواجب بس. الحاجة اللي بالحفر هتظهر القناع أفضل من الصلصال في التفاصيل الصغيرة، زي عظام الخد وزي جحر العين. انا كده خلصت شكل القناع، سواء القناع اللي كنت عاملاه بالورق او القناع اللي عاملاه بالصلصال، اتمنى يعجبكم. وده شكل من الاقنعة كنت عاملاه بعجينة السيراميك.
اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديوهات جاية باذن الله.